مرحبا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. أحلى انطلاقة وأحسن انطلاقة وأجمل انطلاقة للمنتخب المصري بثلاثية أمام المنتخب النيجيري. الحقيقه طبعا انا ببارك بكل الشعب العربي والوطن العربي والمصر والمصريين، وانت بالتاكيد متخيلين دلوقتي الشارع المصري بالنسبه للشارع يعني الخروج على الشارع المصري. سننتقل الى مصر بعد حين. فبنبارك لكل بنبارك للشعب المصري. العربي حكايه فارغه، ما عادش تحكي على اوروبا، احكي على مصر يعني مصر. بس في مش هنتكلم على الان، بنتكلم على البعض هو اللي ممكن كابتن طارق ان بنتكلم على الغالب الحقيقه زي ما كابتن هشام وكابتن طارق فرحانين لمصر. اكيد في توانسه كتير فرحانين، اكيد في جزائريين كتير فرحانين طبعا. اكيد في مغاربه كتير، بس ما علينا. بكلم على مصر الحقيقه فرحانه جدا، وتاكيد الجداره والثقه للمنتخب المصري مره اخرى، لان بعض الناس كانت متخوفه. انما زي ما بقول في بدايه كلامي ان مجرد انطلاق البطوله وانطلاق المباراه خلاص الرهبه بتزول. يمكن شفنا في تخوف الى حد ما شويه من الفريق النيجيري، ويمكن المنتخب المصري هو اللي اداله فرصه شويه ان هو يعني ممكن يحاول او يتصور ان هو ممكن يكسب مصر. المنتخب المصري رويدا دخل في المباراه، لا يعني لم يدخل في المباراه منذ البدايه. هو حاجز الرهبه يعني دخل في المباراه، ودي اكدناها قبل المباراه ان لاعبي مصر عندهم